النرجسي ممكن يتعافى؟ بعد كل اللي حصل وبعد ما نكون خرجنا من عاصفة نرجسية بيجي سؤال تقيل ومؤلم في نفس الوقت: هو النرجسي ممكن يخف؟ بداية، رحلة التعافي دي تخص الضحايا اللي اتأذوا وضيعوا سنين من عمرهم، لكن في ناس بيهتموا يعرفوا مصير الشخص اللي سبب كل الألم ده. تعالوا نفتح الباب ونشوف ورا القناع. الإجابة السريعة: ممكن النرجسي يتعافى، لكن ده نادر جدا وصعب جدا. ليه؟ لأن النرجسي بطبيعته مش شايف إنه عنده مشكلة، شايف المشكلة دايما في اللي حواليه. عشان يبدأ يتعافى لازم يتنازل عن غروره ويعترف إنه محتاج مساعدة، وده عكس شخصيته اللي دايما بتمثل الكمال. حتى لو طلب العلاج، وده بيحصل أحيانا، بيطلبه مش عشان يبقى أحسن، لكن لأسباب نرجسية. لما حياته تنهار، زي لما يخسر شغله أو جوازه يفشل أو يقع في مشكلة قانونية، ممكن يشوف العلاج كطريقة يستعيد بيها السيطرة. لما الإمداد بتاعه ينقطع، يعني الناس اللي حواليه تبطل تهتم بيه، ساعتها ممكن يحاول يصلح نفسه عشان يرجع يجذبهم تاني. لكن حتى في الحالات دي غالباً بيكون هدفه يتعلم يتلاعب أحسن، مش إنه يتغير بجد. طريق التعافي الحقيقي: لو قرر بصدق يدخل رحلة العلاج دي، هتكون رحلة طويلة وصعبة. هتحتاج العلاج النفسي زي العلاج المعرفي السلوكي CBT عشان يبدأ يفهم ويغير طريقة تفكيره وسلوكه. الاعتراف بالمسؤولية، ودي أصعب خطوة، إنه يعترف إنه سبب أذى لغيره ويتحمل مسؤولية أفعاله. تطوير التعاطف، يتعلم يحس بمشاعر الناس، حاجة ما تعودش عليها، وهيكون زي طفل بيتعلم يمشي. لو صبر وكان قراره حقيقي ممكن يتغير بعد وقت طويل. في الآخر ربنا قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت مالكش غير نفسك، فركز عليها وعلى تعافيك. التركيز على فكرة تعافي النرجسي ممكن يبقى فخ، يخليك تنسى إنك أنت اللي محتاج تبدأ حياتك من جديد، حياة تستحقها بكل حب وسلام.